بسم الله. طيب شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، ما هو المطلوب منك في هذه الحياة؟ سؤال مهم يسأله كثير من الناس، لا سيما في هذه الأيام. ما هو المطلوب مني؟ والجواب: أكبر مشكلة بتواجه الإنسان لا سيما في هذه الأيام أنه قد يتعلق باللحظة ولا يتعلق بالخاتمة، وهذه مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، ووقع فيها كم هائل من الناس، أنه يتعلق بإيه؟ باللحظة ولا يتعلق بالخاتمة، ويبني كل شيء على اللحظة، مع أن هذا لا يصح في دين الله. ليه؟ لأن الله جل في علاه قال: كل يوم هو في شأن. يعني أنت حياتك متجددة متغيرة متقلبة، ولذلك سمي القلب هكذا من تقلبه، فالقلب لا يثبت أبدا على شيء، ولذلك حتى الإيمان لا يتوقف وإنما يزيد وينقص. نضرب مثال: النبي صلى الله عليه وسلم اللحظة قبل النبوة كان رجلا يتيما فقيرا بلا مال بلا جاه بلا شيء. دي اللحظة. ما كان أحد من الناس مثلا يذكره زي كده الناس الأكابر، ولكن شاء الله عز وجل أن يجعله نبيا. شوف الحياة، اللحظة اتغيرت من إلى. براصيصة كان عابدا من أفضل العباد، حياة كاملة، ثم تأتي اللحظة الخاتمة التي يموت فيها وهو يسجد للشيطان. كذلك بني إسرائيل كانوا يضرب بهم المثل في كثرة النعم، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أخذوا كل شيء، نبوة وملك ومال وجاه، كل حاجة. دي اللحظة، لكن الخاتمة فباءوا بغضب على غضب. كذلك الشيطان قبل أن يكون شيطانا كان كبيرا على الملائكة ويتنعم ويمرح ويلعب. دي اللحظة، ولكن الخاتمة أنه مطرود ملعون من رحمة الله. لذلك الذي يتعلق بمسألة اللحظة هذا رجل واهم. امال انت قضيتك ايه؟ ان تتعلق بالايه؟ بالخاتمة، بالايه؟ بالنهاية، على اي شيء ستموت. هنا بقى الفهم ده بيخليك
تفهم أن الله ما أعطاك من نعمة سواء إيجابية أو سلبية إلا من أجل هذه القضية. ندي مثال، واحد أعطاه الله مالا شكر استخدمه في الخير، واحد حرمه الله من المال صبر وشكر. يبقى هي اللقطة مش القضية قضية النعمة. ولذلك أنا دايما بقول إحنا عندنا حاجة إحنا بنعملها غلط في حياتنا. إيه هي؟ القضية ليست قضية العبادة، لا. أمال إيه؟ القضية قضية استخدام العبادة. زي إيه؟ هديك مثل مفروض الدين يشجع هذا المثل. الثلاثة الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن حياته، عن عبادته، عن يومه كما تعلمون. فواحد قال أما أنا فلا آكل، هصوم على طول، والتاني لا أتزوج النساء، والتالت لا أنام، هيقيم الليل. ده راجل بيجتهد في العبادة ولا لا؟ بيجتهد. مفروض الشرع ايه؟ يشجعه، مش كده ولا ايه؟ ده راجل مش عاوز ينام، عاوز يفضل يصلي طول الليل، عاوز يفضل صايم، عاوز يبقى راهب لا يتزوج النساء عبادة لله. لكن شوف الإسلام، هؤلاء ليست القضية في العبادة، إنهم يستخدمون العبادة استخداما خاطئا. خلي بالك من دي، استخداما ايه؟ خاطئا. ليه استخدام خاطئ؟ لأنه ممكن يؤدي بك إلى التهلكة وأنت لا تشعر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: من رغب عن سنتي فليس مني. دي كلمة شديدة، مع ان الناس دي مش راحة تزني ولا راحة تسرق، دي راحة تتعبد وتجتهد. ولكن هنا الشرع بقى بيقول لك ليست القضية في العبادة، انما القضية في جزاك الله خير استفادتك من العبادة، العائد الذي سيعود عليك من العبادة. عشان كده مثلا واحد أعطاه الله علما، مش دي القضية ولا دي الفرح. ليه؟ لأن استخدام العلم أنت استخدمته في إيه؟ واحد راح يجاهد، مش دي القضية. واحد راح يحج، واحد جاي يصلي، واحد بيعلم قرآن، مش دي القضية. القضية أنت استخدمته إزاي. ولذلك الشرع بيجي يقول لك إيه؟ أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كام؟ 3. مين هم؟ ما قالش رقاصة ولا زانية، لا، ده في الجانب العبادي، في الجانب الديني. عالم يعلم الناس العلم، ربنا الله أعطاه علما لكنه ما استخدمه للعلم، وإنما استخدمه لنفسه، لشهرته، ليقول عنه الناس. رجل أعطاه الله مالا يستخدمه لشهرته، رجل أعطاه الله قوة، وهكذا. فهنا الجمال انك تفهم تستخدم الشيء ازاي وتتعامل معاه ازاي، المرحلة اللي انت فيها، ما هو المطلوب منك. هديك مثال، لقطة في غاية الروعة عشان تشوف المطلوب منك ايه. في سورة آل عمران الآية 173، كلنا بنقرأها، لكن هي فيها ملمح رائع. الآية بتقول ايه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فايه؟ فاخشوهم. الذين قال لهم دي بدايتها اللام، احنا بنسميها في اللغة العربية اسمها لام التبليغ. لام ايه؟ التبليغ. يعني لما احب ابلغك برسالة او بشيء ما، اللام دي وظيفتها توصيل الرسالة. فقصة الآية دي ان أبا سفيان قبل إسلامه خلاص
عاوز يعمل إحباط معنوي، عاوز يعمل تخويف، عاوز يعمل هزيمة نفسية للصحابة. وأبو سفيان كان رجلا قويا شديدا من كبراء قريش، فأرسل مع رجل بهذه الرسالة إلى الصحابة، قال له: إذا قابلت أصحاب محمد فقل لهم هذه المقولة: إن أبا سفيان وإن أبا جهل وإن قريشا بأكملها هتعمل فيكم إيه؟ ستأتي لكم بكل ما تملك من قوة، فاخشوهم وخافوا منهم واحذروا. طبعا انت لما تسمع ان قوة عظيمة جاية لك، انت ممكن ايه؟ يا اما تخاف، يا اما تجري، يا اما تطاطي. واحد بيهددك، الانسان ممكن يتنازل او يطاطي او يخاف، ده شعور فطري، مش كده ولا ايه؟ لكن جمال الآية العظيمة هذه، شوف: الذين قال لهم الناس، دي رسالة، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. المفروض هنا الصحابة لما يسمعوا الرسالة دي يقوموا ايه؟ اللي يهرب واللي يجري واللي يستخبى. لكن هؤلاء الذين يفهمون ما هو المطلوب منهم في هذه الحياة الدنيا، شوف اللقطة المعبرة: بمجرد أن سمعوا هذا التهديد الرهيب فاء السرعة، شوف: فزادهم إيمانا. الله، الإيمان ازداد ووصل إلى ذروته. ليه؟ لماذا؟ ده شيء غريب جدا على فكرة، ده شيء عكس طبيعة البشر، عكس الفطرة. احنا مش بنتكلم عن ملائكة، مش بنتكلم على كائنات جاية من المريخ، احنا بنتكلم على بشر زينا زيهم، عندهم أحاسيس، عندهم مشاعر. وأبو سفيان معروف، وقريش معروفة. لكن السر هنا ان هؤلاء الصحابة لما سمعوا هذه الكلمات كانوا يعلمون أن أبا سفيان يتكلم عن اللحظة. هو الوقت قوي، عنده مال وجاه وسلطان ويمتلك، ولكن غدا قد لا يمتلك شيئا، غدا قد يكون عاجزا. ولذلك هم عملوا ايه؟ أدوا ما عليهم في هذه الحياة الدنيا وتعلقوا بالخاتمة، فزادهم إيمانا وقالوا: ده الدور المطلوب منك، حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف اللفظة طلعة رائعة في وسط التهديد والخوف والرعب. الإيمان هنا بيغلب، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله وكيلنا وحبيبنا وسينصرنا، وإن كان كل شيء عكس ذلك. الواقع أن قريشا ستبيد الإسلام، لكن ده واقع اللحظة. ولكن الحقيقة الخاتمة أن أبا سفيان الذي هدد وتوعد، الخاتمة إيه؟ أصبح معهم في الصف، أصبح موحدا مسلما وهم، فانقلبوا بنعمة من الله. إيه النعمة؟ زيادة الرقي في الإيمان، زيادة الرقي في الدرجات.
ولذلك انت لما بيجي لك ابتلاء، خلي بالك من دي مهمة جدا. الابتلاء ده لازم زي ماتش كورة كده، فريق بيلعب ماتش، يا بياخد نقط يا بيخسر نقط، ملهاش تالت. انت بعد الابتلاء لازم تشوف انت كسبت ولا خسرت، زدت ولا نقصت، قربت ولا ابتعدت. النقطة دي مهمة، محدش بياخد باله منها، محدش بياخد باله منها، مهمة. شوف النهاردة سيدنا إبراهيم هدت زي قصة فخشوهم دي، ان هم يحرقوه في النار، قالوا حرقوه. ده تهديد خطير بشع مباشر. ووضع في النار. تعرف وضع في النار ليه؟ لأن لو هو مثلا ربنا سبحانه وتعالى وهم بيعملوا النار أم منزل مطر أو أنقذوا، الناس دي هتقول لك لو كان في ايدنا كنا ذبحناه كنا حرقناه، مش كده ولا ايه؟ المعجزة بقى تأتي ان كل الأسباب كل العوامل مهيئة لذلك، لكن دي لحظة. انت شايف اللحظة، شايف واحد محطوط في النار، دي لحظة، لكن الخاتمة الخاتمة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الخاتمة أن إبراهيم مات أمة، أن إبراهيم ذكره الله من المحسنين، أن إبراهيم من أفضل أنبياء الله. طب والذين حرقوه أين هم؟ لا ذكر لهم، نكرة في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنهم يتعاملون باللحظة. عشان كده قلت لك لما بيجي لك ابتلاء لازم تشوف انت كسبت ولا خسرت، زي التجارة، 1 زائد 1 يساوي 2. لأن مرتبتك هنا إما أنك سابق بالخيرات، وإما أنك مقتصد، وإما أنك ظالم لنفسك. ولذلك سورة الناس العظيمة اللي أنا ما كملتهاش المرة اللي فاتت، لو بصينا هنا للناس هتلاقيهم كم قسم؟ هتلاقيهم 5 أهو. قل أعوذ برب الناس، هذه 1. إله الناس، ملك الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دول 5 ناس، مش 1 ولا 5. يا ترى الناس دول كلهم واحد؟ الجواب لا. الجواب لا. ازاي؟ دول 5 أقسام، كل قسم في شوية بتوعه على حسب ابتلائهم، على حسب ما فعلوا في قضية اللحظة والخاتمة. فلو انت بصيت قل أعوذ برب الناس الأولين دول لسه في مرحلة الربوبية تحت. ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليهم بالنعم وهم يقابلونها بشكر ضعيف أو لا يشكرون. النوع الثاني قابلوا نعم الله بالشكر والعطاء، فرقاهم الله إلى الصنف الثاني، أن الله أصبح لهم ملكا يتحكم فيهم. دول غير دول. قسم من النوع الثاني ده ازداد، فرقاه الله إلى الصنف الأعلى وهو ملك الناس.
اللي هو إله الناس، اللي هو بتاع الأمر والنهي، يأتمر بإيه؟ بالأمر الإلهي وينتهي بالنهي الإلهي. فدي شوف الدرجات أهو، 3 درجات. زي احنا قلنا ربنا يقسم الناس إلى إيه؟ سابق بالخيرات، ومقتصد، وظالم لنفسه. يبقى انت درجتك انت اللي بتحددها. بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ فهمك واستعدادك وقبولك لقضية اللحظة ولا الخاتمة. اللي انا اتكلمت معاكم المرة اللي فاتت في طرف منها، قلت لك ايه؟ ان واحد بيكون فقير لا مال له، رحمكم الله، هو ضعيف فيتمنى أن لو وجد له المال فأعطاه الله المال. ابتلاء. هو بقى اللي بيحدد دلوقتي هيتعامل مع المال ده ازاي. هل سيستخدمه في الشر أم في الخير؟ ده ابتلاء وده ابتلاء. يبقى الصحة ابتلاء والمرض ابتلاء، الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء، المنصب ابتلاء وعدم وجود المنصب ابتلاء، الشهرة ابتلاء وعدم الشهرة ابتلاء. كل واحد. شوف بقى الصنف السيء بقى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هو حط هنا ايه؟ يوسوس. هو استخدم هنا نعمة ايه؟ نعمة مهمة جدا، نعمة ان هو ممكن يقنعك لما يريد، نعمة الإقناع. إن أنا النهاردة عندي ملكة إن أنا أوصل لك المعلومة بالصورة الفلانية كده فتقتنع بها كده، ودي نعمة. ممكن تكلم مع واحد ساعة ما تقتنعش بكلامه. الشيطان ده لما بيوسوس شغلته في الوسوسة ايه؟ انه بيقنعك فيخليك تخدم على الامر، هو ياخدك خطوة 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 خطوة. طب بص، هو كان فين؟ ده كان في الجنة وكان كبير الملائكة. ايه اللي يوصله للمرحلة المتدنية دي؟ وايه اللي يوصله لهذا التعب؟ ده يسمع كلامه وده ما يسمعش كلامه، وده ما يصليش وده يصلي. هو ايه لازمه من كل ده؟ هو كتب على نفسه الشقاء وتمادى. طب ماذا يريد؟ يوسوس لك حتى يكتب عليك الشقاء وتتمادى فيه وتتوغل فيه وتدافع، فتصبح جندي من جنود الشيطان وأنت لا تشعر. إن الذين يوسوسون في أذهان الناس بالباطل ليل نهار بما لا يرضي الله، ماذا يريدون؟ الله أما يطلع واحد الله أعطاه أداة إعلامية مثلا، ملايين الناس يسمعونه بالليل والنهار، دي نعمة، لكنه يستخدمها في ماذا؟ ولكن عمر بن الخطاب كان يتحرش بنساء النبي، من أجل هذا أنزل الله الحجاب. ما هذا؟ أأنت أعطاك الله النعم لتفتري عليه كذبا؟ هذه كارثة. هو وقع في الفخ وهو لا يشعر،
ولذلك إن كثيرا من الناس يعيشون في اللحظة. إن أنا دلوقتي مثلا مشهور، معايا كذا وكذا، لكن ليست هذه هي القضية. مش قضيتك أنت مشهور ولا لا، أو معاك مال ولا لا، أو عندك، لا، القضية كيف استخدمت هذه النعمة. إن رجلا دخل الجنة دون أن يصلي لله ركعة واحدة. الحديث الصحيح: إن رجلا ضحك الله له لأجل أنه أكرم رجلا جاء لزيارته. إن رجلا أعتقه الله من النار لأنه أسعد إنسانا. إن امرأة غفر الله لها وهي زانية لأنها سقت كلبا. شوف النقيض بقى، ده عمال يتعب نفسه ويقرف في نفسه ويوسوس للناس حتى يفتن الناس في دينهم. ولذلك الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. المؤمن كلما سمع هذه الكلمات الخبيثة ازداد إيمانا وأملا وثقة وتيقنا. ليه؟ لأن الله الذي له كل شيء إذا تعرض الأمر لدينه تدخل. خلي بالك من الجملة دي مهمة. إذا تعرض الأمر لدينه تدخل. ذاك عبد المطلب زمان فهم هذه القضية. قالوا لهم يا بتوع قريش الحقهم، أبرهة جاي، فيلة، حاجات رهيبة. استخبوا في الجبال. بعدين راحوا لعبد المطلب الراجل الكبير: ماذا ستفعل؟ فقال قولته الشهيرة: إن للبيت رب يحميه، لا تخافوا. ولذلك انتصر الله على أبرهة بأضعف خلقه. شوية طير كده زي العصافير، طير، أبابيل، عصفورة بتلقي حجارة. العصفورة دي تقدر تشيل قد ايه من الحجارة؟ تقدر تشيل بتاع كده، نوايا صغنطوطة كده. لكن ليست القضية في ذلك، وإنما القضية أن هؤلاء جاءوا للاعتداء على بيت الله الحرام. هنا بقى يأتي التدخل الرباني مش البشري. وذلك ربنا بيحذرنا في خطوط حمراء. الدين لا، العب بعيد، إلا الدين. للبيت رب يحميه، ونحن لم نصل إلى هذه الدرجة. يبقى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. شوف وسوسة، وجاي يوسوس ليه؟ لأنه يعطي السم في العسل، يعدهم ويمنيهم. يعدك بالشهرة، بالمال، بالجاه، بكذا، ويمنيك. لكن ربنا دي اللحظة، لكن الخاتمة وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ليه بقى؟
لأن الشيطان لو كان نافعا وقادرا لنفع نفسه وقدر على حماية نفسه، لأن الله أخبره قال اخرج منها مذءوما مدحورا. فهل يملك الشيطان أن يحمي نفسه من عذاب الله؟ الجواب لا. ولذلك أعطانا الله خاتمة الشيطان. شوف التحدي، مع ان احنا ما فيش لسه قيامة ولا في حساب، والشيطان بهيلمانه الرهيب في الأرض يمتلك الآن إمكانية رهيبة، ومع ذلك قال الله عنه عن نهايته وحكى عنه على لسانه، وقال الشيطان لما قضي. شوف قضي اللي هي ايه بقى؟ النهاية دي الحقيقة، اللحظة وهم، الخاتمة حقيقة. شوف وقال الشيطان، هو اللي بيقول اهو لما قضي الأمر. ايه بقى انت فين دلوقتي؟ اين انت؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم. محدش هيقدر يعمل لي حاجة ولا أنا هعمل له حاجة. ده قمة العجز. القرآن يقصه علينا ونحن نؤمن به ونعتقده ونتلوه، مع ان الشيطان لسه لا دخل جهنم ولا لسه قال الكلام ده ولا عمل حاجة. لكن جمال القرآن أنه يعطيك اللحظة ويعطيك الخاتمة. زي في قارون كده مثلا، اللحظة بتاعته لحظة الناس تتمنى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فعلا المفتاح بتاع الخزائن بتاعته يعجز الرجال الأقوياء عن حمله، مفتاح الخزن. أمال الخزنة، أمال الفلوس. دي اللحظة. لكن الابتلاء استخدمها في ايه؟ إنما أوتيته على علم. هنا بقى المولى عز وجل يعطيك الايه؟ الخاتمة. فخسفنا به وبداره. قارون اللي هو معاه مليارات الدولارات، شوف كلمة فخسفنا، كلمة أنهت هذه الإمبراطورية الرهيبة. ليه؟ لأن الذي قال ذلك هو الذي يملك أن يقول للشيء كن فيكون. يبقى هنا انت في حياتك لازم تكون مش عايش في الوهم، بتعيش في اللحظة، إنما يجب أن تكون صادقا مع نفسك. انت عايش في الوهم ولا في الحقيقة؟ انت بتضحك على نفسك؟ زي انا بقول دايما، الملحد او الذي ينكر الدين او الذي يتكلم ويشكك في الدين هو لا يضحك الا على نفسه. ليه؟ لانه يعيش في اللحظة، ولكن هو يعلم يقينا أنه سيموت وسيحاسب وسيسأل، وإن مات على ذلك والعياذ بالله لن يفر من ربه أبدا. ولذلك ربنا بيقول إيه؟ عبادي أنا أعطيتكم كل شيء بما في ذلك حرية الاعتقاد، حرية الكلام، حرية الرأي، حرية الفكر،
وأنا الذي أعطيتكم ما أنتم به الآن من قوة ومال وجاه، ولكن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لا تنسى هذه الحقيقة وأنت تتكلم وأنت تعتقد وأنت توسوس وأنت تفتن الناس. واتقوا يوما، هذا اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. هذا اليوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه، ويفر المرء من زوجته ومن ماله ومن أقاربه ومن كل شيء. هذا اليوم غضب الله فيه غضبا لم يغضب مثله قط. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لا بد، دي الحقيقة. ولذلك هنا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، حذاري حذاري أن تكون من أتباع الشيطان من القسم. هيجي بقى يوم القيامة، هيجي يوم القيامة أقسام بتاعت الناس دي، كل واحد هيروح الحزب بتاعه، كل واحد هيروح ايه الجانب بتاعه. تعالى انت كنت من حزب ايه؟ بتعتقد ايه؟ مصيرك ايه؟ وضعك ايه؟ رغم الفتن. ولذلك هنا هنجيب سورة الفرقان علشان نشوف لقطة جميلة جدا، وهي الناس بقى اللي فهمت الحقيقة دي وعاشت ليها. ربنا بيقول لك ايه؟ وعباد الرحمن، وعباد الرحمن ده صنف ينسب إلى الله. ينسب إلى إيه؟ إلى الله. إزاي؟ الصنف ده لو أنت بصيت فيها، عندي حاجتين في القرآن، في عباد وفي عبيد. عباد دي الالف دي احنا بنسميها الف العزة والف الاستعلاء. شوف وعباد، اللام دي عامله ايه؟ طالعه ولا نازله؟ طالعه. عزة، كرامة، علو، شموخ. ليه؟ لأن هؤلاء الآن اختصهم الله له، لا يفعلون إلا ما يرضيه وإلا ما يحبه. فيجي يقول لك ايه؟ شوف وعباد الرحمن، يا سلام، جميلة جدا. الذين يمشون على الأرض هونا. هونا يعني برفق. ليه برفق؟ لأنه هو فهم ان القضية مش ان انا اشتغل 14 ساعة او 16 ساعة او يوم كامل وضيع الصلاة او اشتغل في الحرام عشان زيادة المال، لا. وانما هو فاهم انه لو اخذ بالاسباب مع النية الطيبة، مع شكر النعمة، مع اداء العبادة في وقتها، هيعمل ايه؟ سيأتي له أضعاف 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 ما يريد وما يتمنى في الدنيا والآخرة. دي عقيدة. ولذلك احنا النهاردة مثلا لما نشوف الدول العربية نقول عندنا مشاكل وعندنا اقتصاد سيء وعندنا، في نفس التوقيت بص حجم العربيات اللي في الشوارع النهارده، عربيات حديثة. عندنا ناس معاهم فلوس متلتلة
لو فتشت هتلاقي الناس دول نوعين مالهمش تالت. نوع ماشية بما يرضي الله، ونوع جمع ماله من الحرام. دي ثروة ودي ثروة. بس المشكلة بقى في ايه؟ في الخاتمة. ده هيموت ازاي وده هيموت ازاي، وده هيموت على ايه وده هيموت على ايه، وده مصيره ايه وده مصيره ايه. ذلك ربنا اعطانا زي ما بيقولوا كده ايه من الاخر، وعباد الرحمن. دي اخر مرحلة، انت بتعمل كل حاجة علشان تكتب من عباد الرحمن. صفاتهم ايه؟ لازم تحقق الصفات دي. الذين يمشون، ما قالش يجرون او يهرولون، لا. ما هو الراجل اللي الحديث في الصحيح اللي عنده الارض زي غيره ومفيش ميه، مفيش شتاء، مفيش حاجه، في جفاف، يعني مفيش زراعه. هو لازم عشان تزرع لازم ميه، لكنه كان يقدم الخير، شكر نعمة الله لما أعطاه الأرض. يبقى هو استخدم اللحظة. فجت الخاتمة ايه؟ الخاتمة ايه؟ كل الأراضي ما فيش فيها مية، خربة. يوم المولى عز وجل يأمر الملك أن يذهب إلى أرض فلان بس، وأن امطري على أرضه. والتاني لا، والتالت لا. ليه؟ لأنه كان يقسم ماله إلى 3 أجزاء، جزء للأرض، جزء للبيت وأولاده، نفسه جزء لله. طب النهاردة العدل يقول ايه؟ ان المية دي، المطر لما يمطر على ثلث الأرض بس اللي هو كان بيطلعه لله. لا، المية نزلت النهاردة على ايه؟ على كل الأرض. لأن العمل الصالح ينفعك في ولدك، في نفسك، في بيتك، في كل شيء. ولذلك أنا بكلم واحد مرة كان مسافر إلى بلاد أوروبا، فبقول له مسافر ليه؟ يقول لي يا عم الدولار هناك ب7-8 جنيه مصري، يعني أنا لو خدت $100 هاخد 700-800 جنيه، ده حاجة 100. فقلت سبحان الله، الجنيه ب7 أمثاله عند البشر، ده عطاء البشر. امال عطاء رب البشر يبقى شكله ايه؟ امال اذا اعطاك الله يعطيك ايه؟ شوف الجمال. يبقى يا العزة المطلوب منك أن تكون عزيزا بعقيدتك. كلما انحدر الناس كلما علوت أنت، كلما انشغل الناس بالدنيا كلما شغلت أنت بالله، كلما انكب الناس على الحرام كلما انكببت أنت على زيادة الحلال، كلما ابتعد الناس عن الدين كلما هرولت أنت إلى الدين. شوف، هذه أعظم نعمة. يوم المولى عز وجل يعطيك كل شيء. ولذلك يجي النبي يديك حديث رائع يقول لك ايه؟ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، ناس معينة يرفعهم. هم دلوقتي مش مرفوعين للحظة كده، لكنهم لما استخدموا الكتابة كما أمر الله رفعهم الله. زي يوسف كده مثلا عليه وعليه الصلاة والسلام،
كان عبدا خادما، دي اللحظة. لكن الخاتمة ايه؟ عزيز مصر. ده دنيا وآخرة، مكانة من أعظم وأكمل المراتب الموجودة، مرتبة الأنبياء، مرتبة العظماء. فأنت لازم تحدد النهاردة طريقك ايه، قصتك ايه، انت من اي صنف من الناس دي الذين يتميزون في الدنيا. احنا قاعدين دلوقتي مجموعات، لكن كل واحد مننا مكتوب من اقسام الناس الخمسة اللي احنا ذكرناهم. مفيش فيه هزار ولا مجاملات. ويوم القيامة كذلك، كما في الحديث الصحيح، يقف الناس كلهم، كل واقف في مشهد رهيب ترتجف له القلوب ارتجافا، والله يقول أنا الملك، ولا ينطق أحد. في هذا المشهد الرهيب يأتي الملك ويبدأ في تقسيم الناس. دي أصعب لحظة من لحظات القيامة، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي تحديد المصير. زي حضرتك كده مقدم على طلب عمل أو وظيفة أو في الثانوية العامة، فيجي هنا يندهوا عليك علشان يحددوا مصيرك، مجموعك رايح فين وجاي منين، هيحدد مصيرك كله. فيقف الإنسان واجلا. هنا بقى يجي الملك يقول من كان يعبد الشجر والدواب والجن والإنس، من كان يعبد غير الله، كل يذهب إلى معبوده. فتأتي الملائكة وتأخذ الناس كل على حسب اعتقاده، ده يقف هنا وده يقف هنا وده يقف هنا وده يقف هنا، ولا يبقى في هذا الموقف وهذا المشهد إلا الموحد لله تعالى. ويبدأ برضو التمايز في الأصناف، المؤمن السابق بالخيرات، المقتصد، الظالم لنفسه، المنافق، كل يقف مع من كان على شاكلته. شوف لحظة رهيبة. لذلك الإنسان لازم يشوف اللحظة بتاعته ولا ينخدع بها، سواء المؤمن أو العاصي. واحد عاصي لا يصلي، لا تنظر إلى هذه اللحظة، لا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا تنظر إلى عظم ذنبك، وإنما انظر إلى عظم رحمة ربك، فرحمته وسعت كل شيء. ولو أن ذنوبك بلغت عنان السماوات والأرض لغفرها لك ولا يبالي سبحانه، لأنه لم يخلقك ليعذبك.
طب هاتولي بس على اسطوانة، خلي خالد يرفع. طب امال هترفعه ازاي؟ امال انت هتدوني ليه؟ حي على الصلاة. طب بص، حي على الصلاة. طب لو خدته على CD بس اتأكد انه نزل، اتأكد انه نزل. حي على بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يا العزة ممكن تخلي حياتك الأيام اللي انت عايش فيها هذه السنوات تكون من عباد الرحمن، تعيش عزيز وتموت عزيز. احنا بنسميها بقى مرحلة ايه؟ فهم حقيقة الحياة والاستمتاع بها، تستمتع، تتلذذ. اي فتنة تجيلك، اي حاجة تجيلك، لا تصمد امام قوة ايمانك، تقع. زي ايه؟ ان الناس قد جمعوا لكم، حتة عالية مخوفة، لكن وقفت امام ايمان هؤلاء بلا قيمة. بالعكس، هذه الكلمات زادت من إيمانهم ورفعتهم. ليه بقى؟ لأنه وعباد الرحمن ده عالي قوي. زي واحد عفوا المكان مرتفع جدا جدا، وواحد بيرمي عليه طوبة. الطوبة دي ممكن تيجي ايه؟ في الجزء التحتاني منه، أو في الربع، أو تصل إلى نصف، لكن لا تصل إلى أعلى الشيء. لا تصل إلى إيه؟ إلى أعلى الشيء. كذلك الإيمان النقيض بقى، في بقى يا الزلة. يا إيه؟ الزلة. الذين زلوا أنفسهم وأحطوها وباعوها للشيطان وهوى أنفسهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. شوف، هم الوقت بيتباهوا بإيه؟ بغناهم، بمالهم، بسلطانهم، بقدرتهم. يقولوا نحن أغنياء، أغنياء الأرض، زي اليهود النهاردة. هم يعتقدون أنهم يملكون أن يفعلوا أي شيء في الوقت الذي يشاء اليهود، وفي المكان الذي يشاء اليهود، بأموالهم. هنا ربنا يقول لك إيه؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. شوف اللحظة بتاعتهم وصلتهم إيه؟ ليه؟ أنهم يتعرضون لله. تيجي بقى إيه؟ سنكتب ما قالوا.
كله مكتوب، مش حاجة بتروح، لأن في خاتمة، في نهاية، في عاقبة. شوف، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول هم قالوا. بس لحظة، وهذه المقولة لن تضر الله في شيء وحاشا له. وهذه المقولة لن تضر الدين في شيء، لأن الدين شامخ وعزيز، فهو دين الله والله متم نوره. لكن المشكلة بقى ليست في قولتهم هم، والمشكلة في ايه؟ في قول الله. شوف، ونقول ذوقوا. ذوقوا ده بقى ما تسمعها في القرآن تعرف ان الشيء ده جاي على مزاج. جاي على ايه؟ مزاج. زي ما بقول لك ايه، انا هدوقك النهارده اكله ما حصلتش، يعني عاملها لك ايه؟ مخصوص قوي، زي ما بقول لك على نار هاديه كده. فدول بقى ربنا بيقول لهم ايه؟ ذوقوا. يعني ايه؟ ده عذاب مخصوص على نار هاديه، عذاب بمزاج، عذاب زي ما بيقولوا، زي ما الكتاب بيقول ذوقوا عذاب، مش عذاب بس، عذاب الحريق والعياذ بالله. شوف، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام ما قالش للعباد، قال لك هنا بقى للعبيد. دي نازلة اهي، عبيد، احنا بتسميها الياء هنا للعبيد. الياء دي اسمها ياء الايه؟ ياء الذلة، ياء المهانة، ياء الحقارة. هذه الأفعال والكلمات أدت إلى سقوطهم في هذا الفخ وهذا المصير الرهيب المؤلم. عشان كده ربنا بيقول للإنسان كل نفس بما كسبت رهينة. انت بتسمع وتعقل وتفهم، لا تغرك اللحظة، لا تغرك اللحظة، وإنما انظر إلى الخاتمة. قد تقول الآن، ولكن سيأتي وقت سيقال فيك وسيحكم فيك وسيقرر فيك. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، فهيبدأ بقى القرآن يسرد لك هذه الياء التي جاءت ياء الايه؟ الذلة والمهانة. لذلك هرجع للفرقان تاني علشان نشوف فيها كلمة جميلة جدا. يقول لك ايه؟ فيه مهانة. فيه دي لما تيجي تقرأها المفروض تقول فيه مهانة على طول. لا، دي بقى بتديها ايه؟ بتقف عليها شوية. فيه نازل، لأنه دلوقتي المهانة هنا مهانة ايه؟ مهانة شديدة عظيمة. طب ايه اللي وصلهم لكده؟ هم حطوا نفسهم في هذه الايه؟ في هذه الدرجة الرهيبة جدا اللي هي المهانة الجامدة القوية، عكس عباد الرحمن. ده عالي قوي. شوف، عباد فوق، وده فيه مهانة، مهان بصورة رهيبة مكثفة عظيمة. ده إنسان وده إنسان، وده في نفس الحياة وده في نفس الحياة، وده عنده مشاكل وده عنده مشاكل، وده عنده ابتلاءات وده عنده ابتلاءات. ولكن ده فهم مسألة اللحظة والخاتمة، فعاش للخاتمة ولم يعش للحظة. وهذا لم يفهم فعاش للحظة وقضى فيها عمره وأيامه،
ولم يعش للخاتمة، فجاءت هذه النهاية السيئة. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا في هذه الحياة الدنيا إلى مرضاته، وأن يغفر لنا ما فعلناه وما أعلناه وما أسررناه من ذنوبنا ومن خلواتنا، وأن يكتبنا من عتقائه من النار، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا من الناظرين إلى نور وجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.